تخيل معايا كده انك تبني اعظم فريق شافته الكوره، تكسب كل حاجه، تلعب كوره تخلي العالم كله يقلدك، وبعد كل ده تمشي ما طردتش ما فشلتش، تمشي بايدك. جوارديولا سنه 2012 كان واقف في قمه برشلونه، لكن من جوه كان خلاص. السؤال هنا مش ليه جوارديولا مشي، السؤال الاخطر ازاي واحد كسب كل حاجه يقرر يسيب كل حاجه؟ هل كان تعب ولا زهق ولا برشلونه نفسها بقت حمل تقيل قوي على اعظم عقل تدريبي في العصر الحديث؟ والاهم، هل جوارديولا كان بيهرب ولا كان اذكى من الكل ومشي قبل ما النار تطوله؟ الحكايه مش بطوله ولا خساره ماتش، الحكايه عن الكمال لما يبقى مرهق، وعن مدرب سبق زمنه فدفع الثمن. دي قصه اللي جوارديولا مشي من برشلونه واللي راح بايرن ميونخ وكسب بس ما تحبش. دي مش قصه فشل، دي قصه انهاك. خليك فاكر حاجه مهمه قوي، برشلونه جوارديولا ما كانش مجرد فريق كوره كده وخلاص، ده كان مشروع كامل، فكره، عقيده، طريقه عيش. من اول يوم جوارديولا ما قالش احنا عايزين نكسب، لا، جوارديولا قال احنا عايزين نسيطر. سيطره مش بس على الكوره، سيطره على الماتش، على الخصم، على الاعصاب اللي قدامك. برشلونه ما كانش بيلعب عشان يسجل، كان بيلعب عشان يمنعك تفكر. تشافي، نيستا، بوسكيتس، الكوره عندهم مش اداه، دي لغه. ميسي طبعا يعني مش مهاجم، دي نقطه النهايه لاي فكره دفاعيه. بس هنا بقى تبدا المشكله، عشان تلعب الكوره دي مش كفايه تبقى موهوب، لازم تبقى مركز 100% طول الوقت. باص غلط مش غلط، دي خيانه الفكره. تمركز متاخر مش سوء حظ، دي جريمه تكتيكيه. جوارديولا كان مهووس بالتفاصيل، واكيد مش انا اللي هقول كده، يعني ده معروف عن الراجل. يحضر للماتش اكتر من الخصم واكتر من لعيبته نفسهم، يشرح ويعيد ويقف ويحلل، كان بيدخل في دماغ اللاعب قبل ما يدخل الملعب. النتيجه طبعا اعظم كره اتلعبت واكبر ضغط ذهني ممكن لاعب يتحمله. الفريق كان بيكسب بس كان بيتاكل من جوه. كل موسم نفس القوه، نفس التوقعات، نفس لازم نكسب، لازم نمتع، لازم نسيطر، لازم نكسر الدنيا. ومفيش بقى حوار انك تكون طبيعي او حتى انك تتنفس. جوارديولا نفسه كان اول واحد بيتحرق، نوم قليل، تفكير دايما، تحضير مرضي احيانا. هو مدرب اكيد، بس كمان انسان، وبيوصل لنقطه يقول فيها كفايه. المشكله انك لما تبقى في برشلونه وقتها مش مسموح لك تقول كفايه اطلاقا، انت مطالب دايما انك تكون نسخه افضل من نفسك. والسؤال هنا بقى، هو ده طبيعي ولا الكمال نفسه كان بدايه النهايه؟ جوارديولا ما كانش بيخسر ماتشات، هو كان بيخسر نفسه. جوارديولا في السنين الاخيره مع برشلونه كان شكله غير الاول، اهدى زياده عن اللزوم، ارق كده زياده عن الطبيعي، وساكت، وده اخطر عرض. الراجل ده كان بيدخل الموسم وكانه داخل حرب بقاء، مش بس عايز يكسب، ده عايز يثبت ان فكرته لسه صالحه، لسه مش محفوظه، لسه مش مفضوحه. كل موسم في اوروبا كان بيشيل ضغط اكتر من اللي قبله. هتقول لي ليه بقى؟ لان برشلونه ما كانتش بتسامح. كسبت تمام، بس ليه ما امتعتش؟ خرجت، يبقى فيك حاجه انت غلط. جوارديولا كان حاسس ان كل خروج اوروبي مش فشل فريق، ده محاكمه شخصيه ليه، وده مش احساس، ده واقع. الاعلام الكتالوني وقتها كان قاسي جدا، بيسأل عن كل تفصيله وبيفكر في الهزيمه كانها جريمه فكريه. وجوارديولا ما كانش بيعرف يسيب الكلام ده يعدي، كان بياخده معاه البيت ومعاه التمرين كمان. جوارديولا نفسه اصلا بعد ما مشي، انا كنت محتاج اعيش، محتاج اوقف شويه. الجمله دي ما قالهاش مدرب مهزوم، قالها انسان اتحرق. كان بيعاني من ارهاق ذهني مستمر طبعا، ارق، فقدان متعه الفوز، احساس دايما بالتهديد. حتى هو كسبان كان خايف، خايف الفكره تقع، خايف الفريق يشبع، خايف هو نفسه يكرر نفسه. وهنا بقى نقطه مهمه قوي، اداره برشلونه وقتها كانت بتحبه بس ما كانتش بتحميه قوي. يعني الدعم كان ثقه عامه، تصريحات احترام، لكن ما فيش تخفيف ضغط اعلامي ولا دفاع حقيقي عنه، ولا محاوله لتجديد الدم حوالينه. بيب كان لوحده قدام جمهور واعلام وتوقعات مستحيله. والاخطر بقى ان الاداره كانت مرتاحه انه بيتحمل كل ده لانه في الاخر بينجح، لكن النجاح احيانا بيخلي الناس تنسى ان اللي قدامها ده بني ادم. بعد الخروج الاوروبي الاخير بقى مع برشلونه، بيب ما انهارش، ما اشتكاش، عمل حاجه اسوأ، بيب سكت. والسكات هنا كان اعتراف ضمني انه خلص. هو فهم ان نفس الوجوه، نفس الافكار، نفس الضغط هيحولوه من عبقري لنسخه باهته من نفسه. وبصراحه الراجل ده كان اذكى بكتير من انه يستنى اللحظه دي. جوارديولا ما مشيش لان برشلونه شبع ولا لان اللعيبه اتمرضت، جوارديولا مشي لانه استهلك نفسيا، استهلك من المثاليه، النقد، التوقعات، والخوف من السقوط. بيب ما سابش برشلونه، بيب انقذ نفسه من برشلونه. ويمكن لو كان قعد اكتر كنا شفنا سقوط اعنف. في ابريل 2012 برشلونه بيطلع بيان رسمي، جمله قصيره جدا بس وقعت تقيله على اي حد بيحب الكوره. جوارديولا مشي لا فضيحه لا خناقه لا هزيمه اخيره مهينه، جوارديولا اختار انه يعلن الرحيل وهو لسه واقف على رجله. وده اول دليل ان القرار ده ما كانش لحظه غضب ولا نتيجه ماتش، ده كان قرار متاخد من بدري. جوارديولا نفسه اصلا قال بعدها ان القرار ده كان في دماغه قبل نهايه الموسم. ليه بقى؟ لانه كان حاسس ان مش قادر يدي اكتر، مش قادر يعيش اكتر، ومش عايز يتحول لمدرب بيكابر. وقال جمله مهمه جدا وقتها، قال انا وصلت لنقطه ما عنديش فيها طاقه اكمل. ما قالش مثلا ما عنديش افكار ولا ما عنديش حلول، ما عنديش طاقه. ودي اخطر مرحله لاي عبقري، لان جوارديولا كان فاهم حاجه مهمه جدا، هو ان المدرب يقعد زياده عن اللزوم يخسر صورته، يخسر احترامه، ويخسر نفسه. جوارديولا شاف ده بنفسه قبل كده، وشاف مدربين كبار اتاخروا في الرحيل فانتهوا نهايه وحشه. هو رفض ده، رفض ان الاداره تضغط عليه والاعلام يشكك فيه او الجمهور يزهق اصلا. لما جوارديولا قال للنادي اللي هو عايز يمشي، ساندرو روسيل ساعتها اللي هو كان رئيس النادي حاول يقنعه، بس لما شاف حالته خلاص ما حاولش يقنعه اكتر، لان بيب كان مرهق واضح عليه ومش محتاج حد يقول له كفايه. الرحيل حصل بهدوء واحترام ومن غير ما حد يطلع
يكدب حد، وده نادر في برشلونة. جوارديولا بقى بعد ما مشي ما راحش يدرب، ده اختفى سنة كاملة بعيد عن التدريب، سنة عاشها في نيويورك يدرس يقرا يهدى ويفصل دماغه خالص عن الدوشة دي، وده قرار ذكي جدا. هو ما حاولش يثبت حاجة ولا يرد على حد ولا يجري على نادي كبير، كان بيعالج نفسه ويفهم هو عايز ايه بعد كده. جوارديولا مشي لأن المشروع نجح زيادة عن اللزوم واستهلكه، والراجل كان شجاع كفاية إنه يعترف إنه محتاج يقف. زي ما قلنا ان جوارديولا هو سايب برشلونه ما كانش بيدور على بطوله ولا اسم ولا تحدي، كان بيدور على الهدوء. فلما رجع بقى رجع وهو فاكر انه اختار المكان الصح، بايرن ميونخ. من بره الاختيار شكله مثالي، نادي مستقر، اداره قويه، دوري هادي، فريق مليان نجوم. بس الحقيقه ان بايرن كان عكس برشلونه تماما. برشلونه كان جوارديولا هو الفكره، في بايرن النادي هو الفكره. بايرن بقى مش نادي فلسفه، بايرن نادي نتائج. مش مهم تلعب ازاي، المهم تكسب، وده مش عيب، بس ده كان صدام مباشر مع شخصيه جوارديولا. الكل عارف ان جوارديولا بيحب يتحكم ويعيد تشكيل كل حاجه حتى لو الحاجه شغاله. وفعلا اول ما مسك بدا غير مراكز، غير ادوار، غير شكل الفريق اللي كان كاسب ثلاثيه قبل ما يجي. وهنا بقى بدا سؤال يتكرر كده جوه المانيا، ليه تغير حاجه ناجحه؟ برشلونه الضغط كان عاطفي وصاخب ومجنون، في بايرن الضغط كان بارد وصامت واقصى. لكن في دايما تقييم، لان الدوري كل مره محسوم، الكاس اكيد بنسبه 99%، تشامبيونز ليج مطلوب، مش هدف مش حلم، هو مطلوب. وكل مره بقى يخرج فيها بايرن اوروبيا، السؤال ما كانش فريق عمل ايه، السؤال كان بيب غلط في ايه. وده شيء مؤكد في الاعلام الالماني وقتها. والغريب كمان ان جوارديولا رجع يحس بنفس الاحساس اللي هرب منه، بيفكر زياده، بيجرب زياده، رغبه دايمه في اثبات ان فكرته لسه صح، مش لانه فاشل طبعا، لكن لانه ما بيعرفش يكون عادي. جوارديولا لو حاسس ان الناس مرتاحه له بيشك في نفسه، وده اخطر نوع من العبقريه. لو هتسال وتقول ليه التجربه دي كانت ناقصه، عشان ببساطه كسب، سيطر، طور لعيبه، لكن ما لمس قلوب الجمهور. والسبب ان بايرن عمره ما كان محتاج مدرب يعلمه الكوره، كان محتاج مدرب يكسب اوروبا وخلاص. وجوارديولا بقى كان محتاج نادي يسمح له بالغلط ويجرب ويتنفس. الاتنين ما قابلوش بعض في النص. هتقولي ان جوارديولا مثلا فشل في البايرن، اقول لك لا، نجح مش قوي. الحقيقه جوارديولا راح البايرن وهو لسه بيلم نفسه، فاكتشف ان المكان ده ما بيعالجش، المكان بيطالب. ومن هنا جوارديولا فهم الدرس الاخير اللي خلاه بعد كده يبني نفسه من جديد. دلوقتي بقى تعالى اصلا ندخل جوه حكايه بايرن ميونخ وجوارديولا دي جوه خالص، عشان نفهم اصلا ليه بايرن ميونخ ضحى بهاينكس وجاب جوارديولا. لازم ننسى الكوره شويه ونفهم عقل بايرن ميونخ. في 2013 البايرن ما كانش محتاج حد، ما كانش محتاج حد. الفريق كسب الدوري، الكاس، تشامبيونز ليج، ثلاثيه تاريخيه باداء عنيف مباشر الماني خالص. يوب هاينكس بقى بطل قومي، راجل محترم، اسطوره. اي نادي طبيعي في العالم كان هيعمل ايه؟ يمد العقد ويكمل ويبني تمثال، الا بايرن. بايرن بص للمشهد كده وقال احنا كده في القمه، بس القمه دي مؤقته. وهنا العبقريه بقى والقسوه في نفس الوقت. اداره بايرن وقتها ما كانوش بيفكروا في الموسم الجاي، كانوا بيفكروا بعد 5 سنين، بعد 10 سنين لما الكوره تتغير. سالوا نفسهم سؤال، احنا كسبنا كل حاجه بس هل ده هيكمل؟ الفريق كان قوي بس لعبه مباشر، قايم على القوه والتفوق البدني. واوروبا بقى ساعتها كانت بتتغير، تيكي تاكا، سيطره، استحواذ، بقت لغه العصر. وبايرن كان عنده كابوس واحد، اننا نصحى بعد كام سنه نلاقي نفسنا قدام برشلونه تاني او ريال او اي مشروع احدث مننا. وهنا برضو لازم نوضح حاجه، بايرن ما اختارش جوارديولا عشان هاينكس وحش، لكن عشان هاينكس وصل لاقصى حاجه ممكن يعملها. واللي يوصل لاقصى حاجه يا يقف يا يقع. بايرن قرر احنا هنقف بارادتنا قبل ما نقع. التوقيع مع جوارديولا ما حصلش في مؤتمر، حصل في نيويورك في هدوء، بعيد عن الاعلام وبعيد عن الجماهير، في سريه. ليه طيب السريه؟ عشان القرار ده لو تعرف بدري كان هيولع المانيا. تخيل نادي بيجيب مدرب جديد قبل ما المدرب الحالي اصلا يخلص موسم ثلاثيه. ده قرار مش اي حد يستحمله، بس بايرن استحمله. هنا بقى كان في مأساة انسانيه كده، هاينكس ما اتطردش وما تهاجمش وما اتقالش عليه كلمه وحشه، بس قالوا ضمنيا يلا بقى كفايه عليك كده. وده اقصى نوع رحيل محترم لكن موجع. هاينكس نفسه قال بعد كده انه اتفاجئ بس احترم القرار، لان بايرن ما خانوش لكن سبقوه. فبايرن ميونخ جاب جوارديولا عشان يغير طريقه التفكير ويطور عقليه النادي، يخلي بايرن ينافس على مستوى افكار مش بس نتائج. بصراحه ده قرار جريء وخطير، يطلع يعني من الناس بتفهم. بس المشكله ان بايرن كان قوي بس مش ذكي كفايه. بيب من اول يوم قال جمله كده تبان خطيره، انا مش جاي اغير لعيبه، انا جاي اغير طريقه تفكيرهم. ومن اللحظه دي بدا الصدام الهادي. بايرن اتعود على سرعه، قوه، اختراق مباشر. بيب قال لا، احنا هنكسب بالعقل مش بالاندفاع. جوارديولا كده بص لنوير وقال له انت مش حارس مرمى بس. نوير استغرب، بس جوارديولا قال له انت اول لاعب في الهجمه. ومن هنا نوير بقى بيستلم تحت ضغط، بيباص الكره كانه قلب دفاع، يطلع بره ال 18. الناس وقتها قالت ده جنان، بس الحقيقه ده كان تعريف جديد لدور الحارس. العالم كله بعد كده قلد الباير. فيليب لام اسطوره، باك يمين تاريخي، بس جوارديولا قال له انت هتلعب في قلب نص الملعب.
لام بقى يتحكم في الايقاع، يخلق زوايا تمرير نص الملعب، والحته اليمين دي كلها بقت مكتوبه باسمه، ودي كانت مفاجاه لان بايرن عمره ما شاف ظهير يبقى عقل الفريق. ومن هنا بيب بدا يفرض فكرته، المراكز مش اسماء، المراكز وظايف. قلابه بقى لام، احيانا رافينيا. الناس كلها كانت فاكره ان الظهير مكانه الخط، بيب قال لا مش الخط بس، واحنا بنهاجم هيبقى في قلب الملعب. ليه؟ عشان تزود عدد اللعيبه اللي في النص، تكسر ضغط الخصم، تخلي الاستحواذ دايما ليك. فجاه بايرن بقى عنده زياده عدديه، تحكم مطلق، استحواذ خانق. بيب كمان بقى كان بيكره كلمه تشكيله ثابته، كل ماتش دور مختلف، تمركز مختلف، تعليمات مختلفه، لاعب يلعب قلب دفاع، بعدين خط نص، بعدين ظهير. مش عشوائيه، ده شطرنج، وكل لاعب لازم يفهم هو فين وليه واقف هنا، يعمل ايه قبل ما الكره تجيله اصلا. بايرن قبل جوارديولا كان بيضغط بقوه، بيب قال الضغط مش جري، الضغط توقيت، اول ما الكره تضيع 5 ثواني هجوم جماعي بيخنقوا الخصم، والفكره ما تسيبش الخصم يفكر. وده خلى دايما الفرق ضدهم يرتبكوا، البساط تبقى غلط، الماتش يمشي بايقاع البايرن. بس جوارديولا ما جاش يهد الفريق ولا يعمل ثوره اسماء، هو عمل ثوره عقول. لام اتغير، الابا اتغير، مارتينيز بقى مرن، نوير بقى ظاهره. اللعيبه نفسها قالت اول مره نفهم الكره بالشكل ده. بعد جوارديولا بايرن بقى فريق بيفكر، بقى فريق بيسيطر، بقى فريق ما بيخافش من الكوره. حتى بعد ما جوارديولا مشي الفكره فضلت. تعالى بقى نسيب الكلام الكبير على جنب ونمسكها واحدة واحدة بالعقل وبالترتيب وبمنتهى القسوة. 3 مواسم، 3 مرات سيمي فاينل، ولا مرة نهائي. السؤال عشان ليه ما كسبش؟ السؤال الحقيقي ليه كل مرة كان بيقع في نفس الحتة؟ أول سيمي فاينل كان ضد ريال مدريد، ده أول امتحان حقيقي. بايرن لسه داخل سيمي فاينل، وجوارديولا لسه جاي وعايز يثبت إن الفكرة هتكسب القوة. في الذهاب بيب مسك كورة سيطر، بس لعب بحذر زيادة، وفي الإياب حصل الانفجار. المشكلة هنا مش النتيجة، المشكلة ليه حصلت. بيب قدم الخط الدفاعي بزيادة، الفريق كان واقف عالي جدا، ريال مدريد كان مستني. أول ضربة الفريق اتلخبط، مفيش بلان بي. بيب داخل الماتش عايز يكسبها بالفكره مش بالحساب، وجوارديولا يخسر اول سيمي فاينل ليه في اول موسم على البايرن. النتيجه كان خروج صادم وضربه نفسيه مبكره. تاني مره بقى بتاعت برشلونه كانت اصعب نفسيا، جوارديولا قدام فريق هو اللي بناه الحقبه دي، هو اللي عمله، هو اللي عارفه اكتر من اي حد. بس المفارقه برشلونه بقى مختلف، اسرع، اشرس، واقل فلسفه. اكيد الخساره دي كان ليها اسباب، واسبابها هي اصابات كتير في البايرن زي ريبري وروبن، اعتماد كبير على الاستحواذ من غير اختراق حقيقي، مفيش جناح يكسر الدفاع. اللحظه اللي اتفتح فيها الملعب برشلونه ضرب على طول. جوارديولا هنا ما غلطش تكتيكيا زي الموسم اللي فات، بس غلط في حاجه اخطر، فاكر ان السيطره لوحدها كفايه. وفي الشامبيونز ليج ماتشات النوك اوت مش تبقى محتاجه تيكي تاكا ولعب جمالي بس، تبقى محتاجه اللي يخلص على طول. الموسم الثالث بقى ده كان صعب قوي، اتلتيكو مدريد، وده اقصى خروج. ليه؟ عشان ده كان اقرب موسم. بايرن جاهز، متوازن، اقوى ذهنيا، بس قدامه اتلتيكو فريق صبور بيلعب على التفاصيل، عارف يستفزك. هتقول لي طيب ايه الاسباب المره دي؟ اقول لك ان اتلتيكو قفل العمق تماما. بايرن لعب اغلب الوقت من غير مساحه، فرص ضاعت، بيلين ضاع، هدف بره الارض. مفيش انهيار المره دي، مفيش فضيحه، بس في حاجه واحده، اوروبا كسبت بالتفاصيل. خلصنا بقى خلاص ال3 مواسم دول والنمط وضح. جوارديولا كان دايما بيوصل متاخر جدا في البطوله، يعني مفيش مساحه للغلط واي قرار بيتحاسب. كمان جوارديولا كان بيفكر زياده خصوصا في النوك اوتس، احيانا بيغير شكل الفريق، يبدل ادوار، يفاجئ الخصم، بس كمان حتى بيفاجئ لعيبته. واهم سبب بقى ان فلسفه جوارديولا وقتها كانت لسه مش متصالحه مع القسوه الاوروبيه. جوارديولا في بايرن ما فشلش بس ما اكتملش، وصل لكل حته الا اخر خطوه. اوروبا علمته درس يفهمه بعد كده ويطبقه في مكان تاني، لان عشان تكسب اوروبا لازم تكون بتلعب كوره حلوه بس تكون بتعرف تخلص في نفس الوقت. وفي الاخر ده كان فيديو عن جوارديولا ونهايته مع برشلونه وقصته مع بايرن ميونخ. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، وقول لي عايز ايه الفيديو جاي تحت في الكومنتات. ويلا سلام.